السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه مع كثير من المرهم والمسكن والقهوة علشان المسكن بيخليني أنام. الحمد لله الواحد بدأ يعني الأكس بدأ يشتغل شوية الحمد لله. والحمد لله دلوقتي رايح أصلي المغرب في المسجد. شيء عظيم يا أخي وجود هذا المسجد، والله يعني نعمة كبيرة جدا جدا جدا. وأحلى حاجة إن الواحد بيروح المسجد مشي. يبدو أنني تأخرت، يعني في صلاة المغرب تقريبا بيقيموا بسرعة، فمحتاج أشد شوية عشان ألحق. يبدو أن مفعول المسكن بدأ يزول، أو مش عارف بقى، واحد منه طالع من حر لتكييف لحر. الحاجات دي بتوجعني أنا، بتتعبني يعني. بس على كل الحمد لله، حركة بركة الحمد لله. الواحد صلى في المسجد وهذا فضل عظيم والله. أجمل حاجات هنا الناس كلها تقفلك وأنت بتعدي، يعني الناس كلها تقفلك، شيء عظيم. دي المفروض النوت بوك اللي فيها امالي وطموحاتي واحلامي وخططي. بس يعني when you have a kid you don't طبعا النهارده كان عندي آمال وطموحات وخطط وحاجات هعملها، والحمد لله يعني الحمد لله على نعمة الانشغال. الحمد لله إن الإنسان عنده حاجات يعملها. ولكن في حاجة مهمة جدا، وهي إني أحيانا أنت يعني في بعض الأوقات بيبقى عندك حاجة مفروض تعملها بس أنت مكسل، بتأجل، بتسوف، عارف، بتتخاذل. تمام. آه واحيانا تانية بتكون فعلا عايز تعمل الحاجات ديت، بس للاسف الشديد ما فيش هي في بتيجي حاجه كده بتعطلك، بتشغلك، بتمنعك انك تعمل الحاجه دي. فسبحان الله لما تجيلك الفرصه او الحاجه، ما تتاخرش وما تسوفش، ما تتكاسلش، لان المتاح حاليا لن يكون متاحا الى الابد، او لن يكون متاحا دائما يعني. فلما تهب رياحك اغتنمها. يعني لما تلاقي ان الهوى، يعني سبحان الله، لما تلاقي ربنا ميسر لك الامر وموفقك كده، فاوعى تتخاذل، اوعى تتكاسل، دوس يا ريس واعمل الحاجه وما تتاخرش. لان التكاسل ده يعني انت عارف بقى هتروح ومش جاي تاني. فسبحان الله يعني اهو عندي حاجات وعندي خطه وعندي تاسكس وحوارات وبس. اهو سبحان الله، هو ربنا خلاص مفيش النهارده، اقعد بقى. وبرضه الواحد بيتعلم دروس من الحاجات دي، ان هو لما يبقى ربنا معافيك وفاتح لك الطريق، اوعى تركن، اوعى تركن بس.